شفت اللي حصل في عيد ميلاد مش عارف مين؟ هو اولا واخيرا وفي النص ملناش دعوه. كل واحد بيعمل اللي شايفه صح، وكل واحد بيشوف اللي عايز يعمله ومش عارف ايه، كل واحد بيمشي في دماغه. ده اولا. ثانيا هقول رايي اللي ملوش لازمه. كان غلط جدا من البدايه وجود اسلحه في المكان. فرح شعبي فرح مش شعبي، غلط وجود اسلحه في المكان. سواء اسلحه، سواء حاجه بتتشرب، سواء مريخ عادية من اللي هي أصلا ما بتأذيش، منعا لحدوث أي حاجة تبوظ لي اليوم. فده الصح اللي المفروض يتعمل في أيا كان هتعمل فرحك فين. أيا كان ممنوع ورود أي حاجة مؤذية في قلب المكان، تتشرب بتتمسك، حديدة مش حديدة مش عارف ايه، ممنوع. وده يعلمنا احنا الدرس، ما نعملش حاجة زي كده في أي مناسبة من مناسباتنا. دي حاجة. الحاجة التانية بالنسبة للناس اللي كانت بتتريق على إن في العيد الميلاد نفسه إن الناس اللي هي البسيطة بتلبس جلاليب، أنا عايزة أقولك إن جلابية الصعايدة وجلابية الناس الكبيرة بتكون أغلى مما تتخيل، وبتكون قيمة جدا جدا جدا. دي حاجة. برضو الفراشة اللي بتتعمل في الأفراح اللي في الشارع، هو مبدئيا إن أنا عيلتي كلها كانت بتعمل الحنن بتاعتها في الشارع، فاحنا عارفين إن حاجة زي كده بتتكلف أكتر من أي قاعة. القاعة العادية بتاعتنا اللي هي قاعات عادية اللي بتتفتح ب5-6 آلاف جنيه و9 و10 والناس دي، بتتكلف أكتر من كده بكتير. بالإضافة لأن أصلا في الأفراح الشعبية الناس ما بتلبسش كده، هما اللي أوفر. الحاجة اللي بعد كده الشخص اللي اتأذى، الله يكون في عونه أولا، وثانيا لأن هو اتأذى جسديا وهيعوز أكتر من 6 7 8 شهور علشان يتعالج، وهو شخص رياضي وجيماوي والكلام ده كله، هيتحرم من الرياضة. وانا عارفة كويس ان اي حد متعود ان هو يروح جيم لما بيجي يقعد بيدخل في حالة اكتئاب ما يعلم بيها الا ربنا. دي كده حاجة. الحاجة التانية ان هو هيفضل يعني ايده ورمة يا عيني، والدنيا عنده صعبة مدة طويلة، ومفيش حد يستحمل كده ابدا. الحاجة التالتة ان هو اتغدر بيه في قلب المكان من ناس يعتبر يعرفهم، واتغدر بيه برضه نفسيا بسبب ان اصحابه كانوا موجودين ومحدش حاش عنه ولا وقف جنبه ولا عمل اي حاجه. كان اقل واجب لو انت خايف على نفسك على الاقل تتصل بالبوليس. وما اعتقدش برضه ان في حد من اللي كان موجود في العيد الميلاد راح معاه المستشفى او ساعده او طمن عليه او ايا كان، فدي صدمه كبيره ليه نفسيا من ناحيه صحابه اللي المفروض فاكر ان هم اصحابه. علمنا حاجه مهمه جدا، وهي ان احنا نستنضف، فربنا يشفيه ويعافيه ويحسن نفسيته على خير. وهو بجد اكتر واحد صعبان عليا في الليله دي كلها. والمشكله الاكبر ان حرفيا الناس اللي كانت موجوده محدش غلط نفسه، ولا حد حتى كلف خاطره يقول اسف للراجل اللي اتبهدل ده. واولهم من صاحبه عيد الميلاد اللي كانت في قمه الانانيه، كل واحد بيبرأ نفسه وخلاص، ومحدش حط في دماغه البني ادم اللي اتأذى اذى جامد ده. وربنا يستر. والمحاميين الفاضيين اللي بيحبوا يواكبوا الترند، نرفع قضية على مش عارف مين ونرفع قضية على مش عارف مين، بس اللي هيتحاسب ولازم يتحاسب اللي كان معاه الأسلحة واللي شارك في الأذية اللي حصلت اللي كده. وربنا يعديها على خير ويحمي ولادنا جميعا وما يحطش أي حد في الموقف ده. وعلى فكرة أنا عيد ميلادي كمان يومين، لما نشوف هنعمل فيه ايه. باي.